تخيل لو انت طفل وجه المدرس قال لابوك ان ابنك ده فاشل ما ينفعش للتعليم واحسن لك ماشي من التعليم خالص. وتخيل شخص غريب الاطوار ما بيردش على الناس، دايما دماغه في حته تانية، فاشل وما بيجاوبش على الاسئله وسقط في الجامعه اكتر من مره واصحابه بيتريقوا عليه. تخيل بقى ان الشخص ده البرت اينشتاين. اينشتاين اتولد في المانيا سنه 1879. من اول ما اينشتاين اتولد واهله والدكاتره كانوا ملاحظين ان الطفل ده شكله غريب، دماغه كبيره كده وشكله غريب، يعني كانت راسه كبيره حبتين ثلاثه كده. المشكله بقى ان هو كبر شويه وبدات المشاكل تظهر اكتر، يعني ما كانش بيعرف يتكلم كويس والنطق بتاعه كان ضعيف جدا. اينشتاين فضل لحد 3 سنين وهو بنفس الحال ده، راسه كبيره ومش عارف يتكلم كويس وحتى شكله غريب وصوته نفسه غريب مش صوت طفل. الناس كلها كانت شايفه ان اينشتاين ده طفل غريب، يعني طفل عنده 3 سنين فوت بيلعب ويجري ويروح ويجي، لكن ده كان عامل زي الراجل اللي عنده 100 سنه قاعد ما بيتحركش ساكت ما بيتكلمش، هي كلمه بيقولها وبيعيدها 100 مره وبعدها ما بيقولش كلام غيره. حتى اهله كانوا شايفينه غريب، الطفل ده مش طفل طبيعي خالص. تخيل بقى وهو لسه اصلا طفل صغير خالص ما بداش اصلا المدرسه، حتى مدرس جه وقال لابوه انت ابنك ده ما ينفعش في التعليم، الافضل ان انت تمشيه اصلا من التعليم. ان هو زي ما بقول لكم كان هو قاعد ما بيتكلمش، عنده تهتها في الكلام وكان غريب جدا. البرت اينشتاين بقى دخل مرحله المدرسه، وتخيل انت بقى مرحله المدرسه دي ان احنا اصلا يعني الناس كلها بتتنمر في مرحله المدرسه دي، لان اصلا الطفل نفسه مش فاهم مفهوم كلمه التنمر، هو بيرمي كلام وخلاص. اللي راسه كبيره ده يروح يقول له انت راسك كبيره من غير ما ياخد باله اصلا هل الكلمه دي هتاثر في نفسيته ولا لا، لان هم اطفال وكلنا كنا كده. تخيل انت بقى معاناه البرت اينشتاين في المدرسه ازاي زادت لاربع اضعاف ولا حاجه. اينشتاين بقى لما دخل المدرسه كان مختلف عن كل الطلاب اللي في المدرسه، يعني ما كانش بيحب انه يحفظ، ما كانش بيحب ان يمشي ورا المدرس يشرح الحاجه فهو يحفظها، لا هو كان بيبقى عايز يفهم ليه. المدرسين بقى في الوقت ده بالنسبه لهم البرت اينشتاين طفل مزعج، طفل بيقعد يسال كتير قوي، يا اخي احفظ وانت ساكت ما تقعدش تلت وتاجل ازاي، طب ازاي حصل، طب وليه حصل كده، يا عم خد المعلومه احفظها وامتحن وخلاص طلعها بقى. لكن اينشتاين ما كانش كده، اينشتاين كان بيسال في كل حاجه حرفيا. اينشتاين بقى كبر شويه، يعني شوف انا بتدرج لك بالاحداث، فركز معايا كده. اينشتاين بقى كبر شويه واكتشف ان هو عنده هوايه حلوه جدا، وهي هوايه عزف الكمان. كان بيحب كده يقعد قدام البلكونه يعزف كمان ويقعد يسال ليه السما دي منوره والنجوم منوره، وازاي اصلا الزمن بيتحرك والدنيا بتلف وحاجات غريبه كده، ايه اصلا معنى الكون ده كله. هو وصل لمرحله الكون، هو بيسال ايه اصلا المعنى الكون ده كله. لكن رغم الفضول والحاجات اللي هو بيسالها دي هو كان فاشل برضه، ما كانش بيوصل جواب. كان هو بيقعد يسال، ده السؤال دلوقتي كتير، فهو يقعد يسال وما بيوصلش الجواب، فكان بالنسبه لنظر الناس برضه هو فاشل وبيقعد يقول اي حاجه وخلاص. البرت اينشتاين بقى في مرحله الجامعه ما كانش متفوق ودخل نجح في الجامعه. البرت اينشتاين عشان يتخرج من الجامعه كان بيقعد يسقط كتير لحد ما الحمد لله ربنا من عليه وقدر انه يتخرج من الجامعه. بدا بقى البرت اينشتاين في اصعب مرحله بعد التخرج، وهي انه يدور على شغل. حلم البرت اينشتاين انه يكون استاذ او باحث، ولكن تخيل انت واحد اصلا نجح في الجامعه بالعافيه، انت يا ابني بتقول ايه يعني انت نجح في الجامعه بالعافيه، اقنعني بقى ازاي انت عايز تبقى باحث او استاذ او اي حاجه من اللي انت بتتوقعها دي. لكن البرت اينشتاين كان ذكي، قعد برضه يلف ويدور لحد ما لقى شغل في مكتب براءات اختراع. كانت مهمته في الشغل ده كله ان هو موظف عادي بياخد اوراق الباحثين والناس المخترعين وبيقعد يراجعها بس ويقراها ويشوف هل في حاجات غلط مكتوبه ولا لا. هو ملوش علاقه، هو بياخد ورقه وبيقعد يقارن بينهم يعني شغل ملوش اي علاقه اصلا ببراءه الاختراع ولا اي حاجه من الحاجات دي، هو يا دوبك موظف قاعد بيراجع وخلاص. بس اينشتاين برضو الموظفين كانوا ملاحظين على حاجه غريبه، ان هو بيراجع الورق بسرعه جدا، وفي حاجه كده هو جاي منه، بس جاي منه احنا مش فاهمين، بس هو في حاجه مش مظبوطه. اينشتاين ان هو بيراجع الورق بسرعه جدا وبيقعد في وقت الفراغ بتاعه يقعد يكتب بقى هو ابحاث. انا بقى هتفرغ للابحاث، هل انا الابحاث دي انا فاهم انا بكتب ايه؟ لا، بس انا هكتب ابحاث زي ما الناس بتكتب ابحاث. البرت اينشتاين بقى الموظف العادي اللي شغال جه سنه 1905 ضرب 4 قنابل مره واحده، حرفيا قلبوا العالم وسموا السنه دي السنه المعجزه. نشر بقى 4 ابحاث مره واحده، واحد عن الضوء، واحد عن الحركه، واحد عن النسبيه الخاصه، واحد عن علاقه الكتله بالطاقه. تخيل كده الموظف العادي ده مره واحده ينشر 4 ابحاث، ال4 ابحاث دول يشقلبوا العالم، والبرت اينشتاين ده يتحول من شخص مجهول موظف بيراجع الابحاث لشخص الناس كلها بتتكلم عليه حرفيا. شايف انت بقى الموظف ده اللي المدرس قال ابوه مشيه ده مش نافع للتعليم، بقى استاذ جامعي سنه 1921. اقسم بالله جه عنده قصه كفاح وقصه نجاح. يعني دلوقتي انت لو اتكلمت على مفهوم الذكاء انت اول واحد هيجي في دماغك اينشتاين. احنا لما بنيجي نتريق كده صباح الفل على حد
مثلا هو ذكي جدا، نقول له انت ايه يا ابني، انت اينشتاين ولا ايه؟ هتعمل لنا فيها اينشتاين؟ تخيل بقى اينشتاين ده اصلا كان واحد غبي اصلا، صورته بقى بقت على الجرايد والمجلات وكل الناس بتتكلم عليه، وبقى اول ما يجي كده كلمه ذكاء تيجي في دماغهم على طول صوره اينشتاين وهو مطلع لسانه كده. ولكن رغم ده برضه كله كان شخص بسيط وهادي وبيحب الموسيقى، وبرضه مش اللي هو بقى اتكبر على الناس بقى، لا كانت تحسه نفس دماغه بتاعت الطفل. برضه دايما كان عنده مقولة بيقول ان الخيال اهم من المعرفة، لان انت مخك ده من غير خيال ملوش لازمه اصلا. يعني عايزك تركز معايا كده ان البرت اينشتاين اللي الناس كلها كانت بتقول عليه فاشل، اللي كان مهدد انه يمشي من المدرسه، اللي هو اصلا ما كانش بينجح في الجامعه، الناس كانت بتكرهه، ما كانش عنده زمايل ولا اصحاب يقعد يتكلم معاهم، هو اصلا ما كانش بيتكلم اصلا، كانوا بيقعدوا يتريقوا عليه عشان فضولي، وبيقعد يسال بقى طب هو ليه حصل كده، ليه اصلا، وكان بيقعد يرغي كتير قوي صراحه. تخيل بقى ان ده اينشتاين. بس كده نكون خلصنا قصة البرت اينشتاين. لو في اي قصة كده عالم عايز تعرفه من تاتو لراسه، من ساسه لراسه، قول لي وانا هعمل القصة بتاعته ان شاء الله قريب جدا.